في الحلقة اللي فاتت شفنا إزاي زين ويحيى قدروا يستخبوا من الحارس المقنع ولقوا الخريطة اللي فتحت باب ممر غامض، ودخلوا ممر كان مليان أفخاخ وقدروا إنهم يوصلوا لآخر الممر ولقوا باب اتفتح دخلهم على مكان غامض وغريب. تعالوا نشوف حصل إيه في الحلقة دي لزين ويحيى في أرض العجائب. دخلوا الباب الغامض اللي كان بيشع نور غريب وكانوا مستغربين اللي شايفينه. يحيى، أنا مش عارف ليه حاسس إن في حاجة بتراقبنا. يا زين، الرسومات دي كأنها بتتحرك معانا. فضلوا ماشيين لحد لما دخلوا قاعة مستديرة في نصها عمود عليه تمثال لعين فرعونية بتلمع بلون ذهبي. ايه ده؟ مش دي العين اللي كانت مرسومة على الخريطة يا زين؟ زين بيبص عليها ويقرب منها، وفجأة صوت غامض ويظهر لغز مرسوم على الحيطة. الرموز دي لازم تتحرك بترتيب معين عشان تفتح الباب اللي ورا التمثال. زين بيبدأ يلمس الرموز، وكل ما يختار رمز العين بتتلقلق أكتر، لكن فجأة يحيى يلمس رمز غلط والمكان كله بيتهز وصوت قوي جدا بيحصل في المكان. السقف ابتدى ينزل عليهم. ايه ده؟ السقف بينزل علينا. افتكر معايا بسرعة شكل الخريطة يا يحيى. بسرعة يا زين، السقف بينزل علينا. زين بسرعة بيعيد ترتيب الرموز بالشكل الصحيح. السقف بيقف والباب السحري بيفتح. بيدخلوا جوه الممر الغريب وبيلاقوه كله مضيء بنقوش بتتحرك قدامهم. ده مش معبد، ده كأنه متحف سحري عايش وبيتحرك. تخيل كل ده كان مخفي من آلاف السنين. بيكملوا مشي في الممر وهم مستغربين اللي شايفينه، وفجأة في آخر الممر بيلاقوا كيان غامض على شكل ظل، لكنه بيتكلم بصوت بشر. لكل مفتاح سر ولكل خريطة ثمن. وفي لحظة استغراب من زين ويحيى من اللي شايفينه، زين بيرد عليه: انت مين؟ احنا بندور على حقيقة المكان ده مش الكنز. الظل الغامض بيختفي فجأة وبيظهر رمز جديد على الحيطة في الممر. يا ترى ايه الرمز الجديد ده؟ وايه اللي هيحصل لزين ويحيى في الحلقة الجديدة؟ استنونا في الحلقة الجاية عشان تعرفوا ايه اللي حصل. ما تنسوش تعملوا متابعة وسبسكرايب عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة من مسلسل زين ويحيى في أرض العجائب. استنونا.